بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل القرنبيط بطريقة مختلفة. هنعمله صينية، ولو ولادك ما بيحبوش القرنبيط هيحبوه هياكلوه بعد الطريقة دي. تابعيني للآخر ونشوف هنعمله ازاي سوا. هنا انا عندي زهرة قرنبيط، بدأت اقطعها وافصل الوردات كده عن بعضها. ما بفصلهاش قطع صغيرة، لا بسيب الوردة الكبيرة على بعضها واسلقها. يكون عندي مية على النار مغلية، واحط فيها معلقة كمون، القرنبيط بيحب الكمون، ومعلقتين ملح، وعلى حسب برضو كمية القرنبيط اللي عندك. وابدأ اسلق القرنبيط، احط الزهرات بتاعتي واقلبها كده بحيث ان تبقى كلها تتسلق معايا كويس قوي. وطبعا احنا عارفين القرنبيط مغذي قد ايه ومفيد، وهنعمله النهارده بطريقة صحية، مش هنقليه خالص يعني ما تخافيش من الكوليسترول، وكمان موفر. لو قليناه طبعا بياخد مننا ازيد من نص ازازة زيت، فبطريقتنا دي صحي اكتر. وكمان ولادك لو ما بيحبوهوش هياكلوه بعد الطريقه دي، لانه مش هيبقى باين اصلا ان هو قرنبيط. هنا بعد ما اتسلق معايا بدات اقطعه قطع صغيره. انا بعد ما قطعت الزهرات الصغيره دي رجعت وعدت عليه تاني وخليته صغير قوي زي المفروم. لو مش عايزاه يبان خالص في الخلطه بتاعتك حطيه في الكبه، ضربه واحده بالكبه كده يبقى مفروم، مش هيبان خالص وولادك هياكلوه ومش هيعرفوا ان هو قرنبيط من حلاوته. عايزه اقولك ان هو في الفرن ريحته كانت قلبة الدنيا، ريحته تحفه. بقطع الكميه كلها او على قد ما انا هستعمل، لانه عادي القرنبيط بيتخزن مسلوق كده. يعني الكميه اللي فضلت عندي كيستها وحطيتها في الفريزر، وقت ما بستعمله بطلعه، مش بستنى عليها اما يفك او ينزل ميته، بستعمله على طول. فبيفضل معايا، انا بخزنه السنه كلها. هنا بعد ما فرمته بص ما بقاش فيه ملامح خالص. هنا بقى المقادير بتاعتي: طماطميتين مبشورين، وجزرايه، انا بحب احط الجزر في الوصفات بتاعتي مغذي وصحي، وبيضتين، وكوبايه خضره شبت على كزبره، ومعايا معلقه هريسه وتوم مفروم. القرنبيط بيحب التوم جدا. هنا بدأت أعمل الخلطة بتاعتي: كوباية لبن وعليها 3 معالق من الزيت. طبعا لو كنا قليناه كنا استعملنا زيت كتير قوي. وهنا حوالي كوباية من الخضرة، شبت وكزبرة قطعها صغير، طماطميتين المبشورين وشلت القشرة بتاعتهم. وهنا الجزراية، عايزة تشيليها مفيش أي مشكلة، عايزة تزودي جزر برضو مفيد وصحي قوي ومغذي كمان. والبيضتين، ومعايا كمان بقى معلقة الهريسة والثوم المفروم وكمون وفلفل اسود ومعلقة بابريكا ومعلقة صغيرة كزبرة. وطبعا ما ننساش معلقة البيكربوناتو او بيكنج باودر ايا كان اللي عندك كمادة رافعة، ومعلقة الخل الجميلة. بس كده بنبدأ نقلب. طبعا كده ما فاضلش معانا غير الدقيق، بس نتأكد من الخلطة بتاعتنا كويس قوي. طبعا الخلطة دي على قد كمية القرنبيط وعلى قد الصواني اللي انت هتعمليها. هنا هي اخدت معايا 4 معالق من الدقيق. لو عايزاها مقرمشة شوية أو بتحب الحواف بتاعتها ناشفة شوية حط معلقة نشا، يبقى 3 معالق من الدقيق ومعلقة نشا. ونبدأ نقلبه كويس قوي، وبعد ما نحط القرنبيط ونقلبه لو احتاج تاني بنحط عادي. المهم الخلطة احنا نبقى شايفينها بعينينا كده. كده القرنبيط معايا، حطيت برضو الكمية اللي انا محتاجاها وبدأت اقلب. والملح معايا مظبوط قوي، انا حاطة 3 معالق من الملح صغيرين فطلعوا كويسين قوي معايا. لو عايزه تحطي سنه شطه حطي، بتبقى جميله قوي في الوصفه دي، بس لو في اطفال طبعا بلاش. والفلفل الاسود حطيناه. هنا دهنت الصينيه بدهنه بسيطه من الزيت علشان تحمر الصينيه من تحت كده كمان. وبدات احط القرنبيط بتاعي، عايزاه تخين عايزاها رفيعه ورقيقه براحتك، زي ما تحبي دي ترجع ليكي. وتفضل معايا حبه جبت لهم قالب بايركس صغير. طبعا لو هتحط في صينيه ألمونيا لو يفضل انت تسخني الصينيه الاول، وبعد كده تصبي فيها الصينيه بتاعتك وندخلها على الفرن على درجه حراره 200. وهنا بقت القرنبيط كيسته على قد استعماله ويتحط في الفريزر. وهنا بعد ما طلعت عايزه اقولك ان ريحتها كانت جايبه العماره كلها. شغلت الشوايه عليها قبل ما تطلع حوالي 3 دقايق علشان تاخد اللون الجميل ده. طبعا الاكله دي بقى انا بعشقها. هنا بعد ما قطعتها ما استنيتش عليها لحد ما تبرد. وهنا الصينيه الصغيره بوريها لكم من تحت قد ايه حمرا وجميله. والعيش القمر ده بطريقته نازله طبعا في القناه، وبطاطس مخلله والمخلل الرهيب اللي احنا لسه عاملينه مع بعض ما استنيتش عليه طبعا وفتحت عليه، وحبه سلطه كده بدقه. الاكله دي تحفه، جربيها ولو عجبتك ما تنسينيش بدعوه حلوه. والسلام عليكم.